يا أهلا بيكم. النهاردة هنبدأ مع بعض رحلة لأي حد بيفكر يبدأ شغل أونلاين، بس قلقان من فكرة إنه محتاج فلوس عشان يبدأ. دي هتكون أول خطوة لينا في كلامنا عن التسويق بالعمولة، وهنمشي فيها واحدة واحدة كأننا بنتعلم سوا من الأول خالص. أعتقد السؤال ده كلنا سألناه نفسنا في وقت من الأوقات. هل فعلا ممكن أعمل فلوس من الإنترنت من غير ما يكون معايا رأس مال؟ الإجابة هي وده بالظبط اللي هنكتشفه سوا النهاردة. الفكرة كلها إزاي نبني حاجة حقيقية خطوة بخطوة. وحاجة مهمة قوي لازم تعرفوها، اللي بيكلمكم ده مش خبير بقاله 20 سنة في المجال. لا خالص، أنا واحد لسه بيبدأ وبيتعلم كل يوم زي أي حد فيكم. بس في شوية حاجات كده فهمتها في السكة وحبيت أشاركها معاكم. يمكن تكون هي دي المعلومة اللي حد فيكم محتاجها عشان يبدأ. طيب، خلينا ندخل في صلب الموضوع. إيه هو بقى التسويق بالعمولة؟ عارف إن الاسم ممكن يبان كبير شوية أو معقد، بس صدقوني الحكاية أبسط من كده بكتير. ببساطة شديدة يعني، تخيل إن في منتج أو خدمة موجودة فعلا في السوق، وإنت كل دورك إنك ترشحها للناس. لو حد اقتنع بكلامك واشترى عن طريقك بتاخد نسبة. يعني أنت مش محتاج تصنع منتج ولا تشيل هم مخزن ولا توصيل ولا أي حاجة من الصداع ده. كل اللي عليك إنك تكون حلقة الوصل بين الناس والمنتج الصح، بس طبعا بطريقة ذكية. الموضوع كله على بعضه بيتلخص في الثلاث خطوات البسيطة دي. أول حاجة، بتروج لمنتج أنت نفسك مقتنع بيه. تاني حاجة، حد بيشوف كلامك ويقرر يشتري عن طريقك. تالت حاجة، بتجيلك عمولتك كمكافأة. بس كده، بالبساطة دي. بصراحة يعني أنا أول ما سمعت عن الموضوع ده كنت فاكراها زي أي حاجة بنسمع عنها على الإنترنت ومش حقيقية. قلت يا إما نصبة يا إما حاجة محتاجة خبرة فنية رهيبة عشان تتعمل. بس لما قعدت أدور وأقرأ أكتر اكتشفت إنها واحدة من أكتر الطرق المشروعة والمنتشرة اللي ناس كتير قدرت تبدأ بيها الشغل بجد، وخصوصا الناس اللي مش معاها فلوس تبدأ مشروع كبير. تمام، كده فهمنا الفكرة العامة. طب نبدأ منين بقى؟ أول خطوتين، ودول أهم حاجة، هما نختار المنتج الصح ونختار المنتج أو المنصة اللي هنتكلم من خلالها. دول أهم قرارين هيحددوا كل اللي جاي بعد كده. أولاً، لازم تختار حاجة تكون مقتنع بيها وحاسس إنها فعلاً ليها قيمة وهتفيد الناس. تانياً، لازم تلاقي مكان أو منصة عشان صوتك يوصل للناس من خلالها. وهنا بقى نيجي لأهم كلمة: الصدق. الناس ذكية وبتحس، بتقدر تفرق كويس قوي بين اللي بيرمي إعلان عشان يبيعه خلاص وبين اللي فعلاً بيتكلم عن حاجة هو مؤمن بيها. أنا شخصياً بدأت أروج لكورس عن السيو، والسبب الوحيد هو إن واحد صاحبي جربه بنفسه وقال لي قد إيه فرق معاه. الثقة دي هي اللي خلتني أقدر أتكلم عن الكورس وأنا مطمن. طيب، خلاص اخترنا المنتج، نتكلم عنه فين؟ مش لازم الموضوع يكون مكلف خالص. ممكن تبدأ بحاجة بسيطة جدا، زي صفحة على فيسبوك أو قناة يوتيوب أو حتى أكاونت على إنستجرام. أنا عن نفسي بدأت بقناة يوتيوب من غير ما أظهر بوشي خالص، وكنت بستخدم أدوات ذكاء الاصطناعي تعمل لي الفيديوهات. فما تخليش حاجة توقفك، الحلول موجودة ومجانية. وصلنا لأهم حتة في الموضوع كله، الحتة اللي بتفرق بين اللي بينجح واللي بيفشل. مش كفاية إنك تحط لينك وتقول للناس اشتروا، لأ، السر كله في المحتوى اللي بتقدمه. إزاي تشارك الناس قيمة حقيقية، مش مجرد إنك بتبيع ليهم. خلونا نقارن كده. الطريقة الغلط واللي للأسف ناس كتير بتعملها هي إنك تاخد اللينك وترميه في أي حتة وتقول اشتروا يلا. دي طريقة بتخنق الناس. لكن الطريقة الصح هي إنك تقدم قيمة الأول، تحكي قصة، تشرح حاجة، تحل مشكلة. لما بتعمل كده أنت بتبني ثقة، والبيع بيجي لوحده كنتيجة طبيعية للثقة دي. يعني مثلا بدل ما تقول اشتروا كورس السيو ده، ممكن تعمل فيديو عنوانه 5 أسباب تخلي السيو أهم حاجة لازم تتعلمها في 2024. وفي الفيديو تشرح وتفيد الناس، وفي نص الكلام تقول: وعلى فكرة، لو حابين تتعمقوا أكتر في الكورس الفلاني اللي ساعدني أفهم النقطة دي. شفت الفرق؟ أنت بتقدم قيمة الأول والمنتج بيجي كجزء طبيعي من الحل. وهنا بقى لازم نتكلم بمنتهى الصراحة. الموضوع ده مش زرار هندوس عليه هيجيب فلوس تاني يوم، لأ. الرحلة دي محتاجة صبر واستمرارية، وخصوصاً في الأول الموضوع مش هيكون سهل. هتلاقي نفسك ممكن تنشر مرة واتنين وعشرة ومفيش أي نتيجة، وساعتها الإحباط هيبدأ يتسرب ليك. بس صدقني، في المرة ال11 فجأة بتلاقي أول عمولة جاتلك. اللحظة دي بالذات بتغير كل حاجة جواك. أول عمولة دي مش مجرد رقم في حسابك، دي إثبات لنفسك إنك ماشي صح، إن الفكرة شغالة. إحساس الإنجاز ده
وإن مجهودك بدأ يترجم لحاجة ملموسة، هو ده الوقود اللي هيخليك تكمل وتطور من نفسك وتصدق في اللي بتعمله. وعشان تمشي صح من الأول، في كام غلطة كده حاول تتجنبها. أولاً، بلاش تشتت نفسك، ركز على منتج واحد أو 2 بالكتير في البداية. ثانياً، افتكر دايماً إن المحتوى أهم من اللينك. ثالثاً، الصبر، اصبر على النتائج. وأخيراً، خليك صادق، ما تروجش حاجة أنت نفسك مش هتشتريها. في نهاية الجزء الأول ده من كلامنا، لو في نصيحة واحدة بس ممكن نطلع بيها، فهتكون نصيحة بسيطة جداً ومباشرة. أهم حاجة في الرحلة دي كلها إنك تفضل تتعلم كل يوم. شوف فيديوهات، اقرأ مقالات، جرب حاجات جديدة. كل معلومة صغيرة بتتعلمها، زي مثلا أساسيات بسيطة في السيو، بتفرق جدا وبتساعدك توصل للناس بشكل أحسن وبالتالي تحقق نتائج أفضل. ودي أهم رسالة عايز أنهي بيها الجزء الأول. الخوف من أي بداية ده طبيعي جدا، بس الأهم من الخوف هو إننا ناخد أول خطوة، حتى لو كانت خطوة صغيرة قوي. المهم إننا نبدأ ونكمل ومنبطلش نتعلم. دي كانت بس البداية، وفي الجزء التاني هنكمل رحلتنا مع بعض وندخل في تفاصيل أكتر بكتير.